مع بداية سنة جديدة رجعنا لكم تاني مع أكسا في OS. كلنا الصراحة بنفكر في فرص جديدة تساعدنا نحقق حلم معين بنحلم بيه، سواء مشروع عايزين نبدأه أو حاجات نفسنا نعملها وقت معاشنا. هنقابل النهاردة شباب ونتكلم معاهم عن أحلامهم وعن تصورهم لحياتهم وقت المعاش وإزاي بيخططوا لده من دلوقتي. إيه الوسيلة اللي هتستخدمها إن أنت تحقق حلمك ده؟ هبدأ اخد كارد. فحاجات زي الجمعيه والحاجات اللي هو يعني على سكيل صغير شويه. طب إيه اللي بيجي على بالك لما تقول إيه ده خلاص الواحد هيتحلل معاش؟ دبي مثلا وعيش بقى هناك. عندنا بيت في الجونة، بس عايزة يبقى عندي بيت يبقى بيرسونلي بيتي أنا بتاعي أنا. اكيد افطر في النادي واسافر، مفيش وسافر. حد بيبقى عايز اي حاجه تانية غير كده. أوكي، طب محضرة للوقت ده ولا لسه؟ ولا لسه ما فكرتيش؟ لا لسه. اسافر مثلا اسافر في كل حته، مش شرط في رحالة يعني بالظبط تبقى ابن كده. بطوطة كده حوالين. مأمنة نفسك من دلوقتي ولا بتعملي ايه عشان تأمني نفسك وقت المعاش؟ في الفلوس ماديا ممكن عيلتي تساعدني يعني بجانب برضو الشهادات والوديعه وشغلي من مصادر تانية يعني عايزة أحاول بقى إن أنا مثلا أعمل بقى الحاجات اللي الناس بتعملها عشان تشيل فلوس لقدام، زي مش إيه؟ أبقى كل شهر ممكن أبقى بدفع مبلغ معين وبعدين بعد عدد سنين معينة باخد المبلغ ده بالك. كده خلصنا سيزون 2 من أكسا ستوديو، واحب افكركم ان انت كمان عندك فرصة تخطط لكل اللي انت عايزه. مع بداية السنة كلنا بنفكر في فرص جديدة لأحلامنا اللي لسه ما حققناهاش. استعد لبكرة مع خطط الحماية والادخار من أكسا اللي هتخليك تحوش على مدار 10 سنين أو أكتر عشان تحقق أحلامك وتكون جاهز لوقت معاشك، لأن خطتك خطتنا. أكسا أنت قدها.